أول مسيرة تعديل السيارات تيجي قدامك، أول حاجة هتفكر فيها التربوهات والإكزوست سيستم وقطع تزود من قوة محرك عربيتك. بس بتنسى حاجة مهمة جدا، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهاردة. بس قبل ما نخش في الموضوع انزل اعمل سبسكرايب عشان نكبر القناة، ولايك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا نبدأ. التحكم في العربيات وأنظمتها بيكون من خلال سوفت وير، بالظبط زي أجهزة الكمبيوتر. بيكون عندك هاردوير وسوفت وير للتحكم في الهاردوير ده. فببساطة كده من غير سوفت وير العربية مش هتبقى قابلة للاستخدام، وكتير من قطع العربية وأجزائها مش هتشتغل أصلا. السوفت وير بتاع العربية بيكون فيه داتا كتير جدا لكل كبيرة وصغيرة في العربية، والسوفت وير ده بيكون متخزن في كمبيوتر العربية اللي احنا هنركز عليه النهاردة، وهو ال ECU. وده بيكون عقل العربية، وهو اللي بيتم التحكم من خلاله في كل حاجة تخص المحرك من الألف للياء. كل القطع اللي في المحرك والحساسات بيكون عندها تواصل مباشر مع ال ECU، وبتديله انبوت أول بأول، وبعد كده ال ECU هو اللي بيدي أوامر كأوتبوت للعربية بناء على الانبوت اللي داخله من كل الحساسات. وعشان كده خطوة إعادة برمجة الكمبيوتر هي من أهم خطوات التعديل، وما ينفعش تضيف أي قطعة أو تنقص من غير ما تبرمجه، عشان تعرف ال ECU إن الانبوت القديم اللي انت متعود عليه اختلف، فلازم تدي اوتبوت يناسب الاختلاف اللي حصل ده، يا إلا هيحصل مشاكل في العربية. وخلينا اديك مثال بسيط عشان تفهم أكتر. هنفترض إن عربيتك عليها تربو صغير، وربنا كرمك وقمت جايب حته جارد كبيره كده حجمها ضعف التربو القديم. تفتكر على كميه الهواء المهوله اللي هتدخل من التربو الجديد هتقدر تستفيد منها وتزود قوه محركك بجد من غير برمجه؟ طبعا لا، لان الاي سي يو لسه بيدي اوامر انه يدخل كميه الهواء المناسبه للتربو القديم الصغير، فبالتالي انت دفعت دم قلبك على الارض من غير ما تستفيد من خطوه تكبير التربو. الموضوع مش بس مقتصر حوالين التعديل وزيادة القوة، لا ده كمان ليه استخدامات تانية، زي فتح الاوبشن اللي مقفول في عربيتك اللي بيكون موجود فيها بس مش معمول له اكتيفيت. وده ممكن يرجع لاسباب كتير، زي ان الوكيل في بلدك ما طلبش الاوبشن ده، وده بنشوفه في مصر كتير. فانت تقدر تفتح الاوبشن عن طريق تكويد السوفت وير اللي بيكون متخزن في موديولز ليها علاقة بالاوبشن ده، او مثلا فك السبيد ليميتر اللي بيكون مقفول على سرعة معينة من الاي سي يو. تقدر انت تفتحها برضو وتجيب التوب سبيد براحتك لو انت بتاع جري. نرجع للتعديل تاني ونشوف اهم التعديلات اللي لو عدلتها في عربيتك لازم تبرمج بعدها. لو ركبت فلتر هواء رياضي هتحتاج تبرمج على كمية الهواء الجديدة اللي داخله الموتور بالنسبة للبنزين اللي بتسمى AFR أو Air to Fuel Ratio. لو ركبت تربو أكبر وهنا هتبرمج على البوست الجديد Exhaust System عشان كمية العادم اللي خارج هنا اختلف، وطبعا أي حاجة ليها علاقة بضخ البنزين للمحرك. وآخر حاجة لو عدلت عمود الكمات. كل الخطوات دي هتحتاج منك إعادة برمجة. وفي نوعين للبرمجة، عندك النوع الاول اللي بيكون اسمه الستيج تيون، وده اتكلمنا عنه في حلقة فاتت، هسيبها لك فوق او في اخر الحلقة لازم تشوفها. والنوع التاني الكاستم تيون، وده انت اللي بتعدل على حسب احتياجك، عايز اقوى عزم يطلع امتى، القدرة الحصانية تبقى في رينج كام، او عايز باك فاير وبوب كورن ولا لا، وهكذا. تتوين الاي سي يو بيديك القدرة انك تتحكم في الاداء على ذوقك او على هدفك اصلا من التعديل، وده بيتعمل عن طريق تنزيل اكتر من ماب على الاي سي يو لو انت حابب. طبعا ماب هاي بوست لاقصى اداء، وماب تاني لو بوست للسواقه الهاديه او الاستخدام اليومي مثلا. بس تعدد المابات ده ساعات بيحتاج اي سي يو افتر ماركت، عشان في عربيات الكمبيوتر الستوك بتاعها مش بيكون فيه حاجه اسمها ماب سويتشنج، فما يقدرش يديك اكتر من ماب واحده. وده بيعتمد على الاي سي يو، هل هو قديم وذاكرته قد ايه، وهل بيدعم التبديل بينهم وانت سايق ولا لا. بس في اغلب العربيات الحديثه بيكون في ماب سويتشنج، فالموضوع ده بيبقى على حسب عربيتك. السوفت وير تيون بعد التعديل بيديك مميزات كتير، اهمها انك هتحافظ على المحرك وبتحميه عشان بتظبط قراياته من القطع الجديده، استهلاك بنزين كويس لما تعرف كل القطع ببعض صح، اداء قوي زي اللي انت متوقعه بعد تعديل قطع المحرك. التيونر اللي هيتون لك عربيتك او المبرمج لازم يكون فاهم كويس هو بيعمل ايه، عشان لو مش فاهم هنا هيضرك بدل ما يفيدك. يعني ممكن لو متونش صح استهلاك البنزين يكون عالي جدا، احتراق غير منتظم، او عزم ضعيف وقوة اقل من المتوقع، وطبعا في أسوأ الحالات ممكن تستعوض ربنا في الموتور. وعشان كده لازم تختار مركز مختص يكون عنده خبرة في المجال، وعنده فنيين مختصين وعندهم خبرة عالية جدا وتونوا عربيات كتير قبل كده، بالذات نوع عربيتك انت، عشان التتوين مبني شوية على التجربة، مفيش منهج او ارقام ثابتة، كل واحد ليه هدف مختلف وعايز قوة معينة. هتلاقي عربيتين بنفس التعديلات وحتى نفس السيت اب، بس هتلاقي دي بتطلع قوة مختلفة عن التانية، ودي بتعتمد على هدفك انت وعلى شطارة التيونر طبعا. فدايما خلي بالك انت هتتون عند مين،
لو بتسأل ازاي بيقدروا يطلعوا باك فاير، فالتيوننج هو اللي هيخلي عربيتك رشاش AK-47. الباك فاير هو تأثير متعمد بيحصل بسبب احتراق جزء من البنزين داخل الاكزوست بدل من غرفة الاحتراق، وده بيتعمل بتأخير توقيت الشرارة وزيادة كمية الوقود اللي بتدخل غرفة الاحتراق، فكده في شوية بنزين مش هيتحرق فبيطلع مع الاكزوست وبيتحرق فيه، وهو ده اللي بيعمل لنا الرشاش واللهب. بس لازم يتعمل بحرص شديد عشان ممكن يأثر على التربو ويرفع حرارته وترفع استهلاك البنزين لو الباكات مبالغ فيها. تقدر كمان تعمل زي اخواتنا في الخليج اكتر من ريف ليميتر او بيسموه عندهم قاطع، بتاخد اكتر من نغمة واكتر من شكل للفرقعة والباك فاير، على قولتهم يعني هتنطرب يعني هتنطرب. تأثير البرمجة على المحرك. لو البرمجة آمنة والصيانات الدورية بعد البرمجة منتظمة وبتاخد بالك دايما من التبريد وحالة الزيوت وبتستخدم بنزين أوكتان عالي على حسب تعديلك طبعا، فانت كده في أمان والمحرك هيعيش معاك بدون أي مشاكل. أما لو أهملت في كل دول والتيونر اتغابى في البرمجة، للأسف الموتور هيودع. كده أكون شرحت لك السوفت وير تيوننج ببساطة. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش السبسكرايب مزود الاحصنة، واكتب لي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.